السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة، كل عام وأنتم بخير. النهارده بقى إن شاء الله بنعمل معاكم البرجر بطريقة سهلة وبسيطة. البرجر ده إحنا عاملينه على إيدنا بربع كيلو لحمة بس. هنقول لكم هنعمل إيه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. معايا ربع كيلو من اللحمة، عليها كمية دهن حوالي 100 جرام. بابدأ أنزل بمعلقة صغيرة بيكنج باودر عليها. ومعايا هنا باقلّبهم كويس جدًا مع بعض. معايا هنا بتاع كده علبة بلاستيك أنا كنت قاطعاها عاملاها للتشكيل. معايا هنا حطيت عليهم توم باودر، بصل باودر، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، ملح. قلّبت كل مكوناتي كده. ما باحتاجش فيها بصل عادي صحيح، بصل باودر، توم باودر، ده عشان ما يبقاش إيه، يفُك معايا مع البرجر. بابدأ أقلّبه كويس جدًا مع بعضه المكونات، لحد ما يبقى عجينة متماسكة معايا كده بالشكل ده. هاسيبها ترتاح شوية، وهاجهز بقى من الحاجات اللي إحنا هنشكِّل بيها. ده قمع تشكيل أو علبة للتشكيل، دي أنا عاملاها على إيدي. هابدأ أكوّر كده العجين كِوَر صغيّرة كده، وأحطّه في طبق مدهون بالزيت، وأبدأ كده معاكم. أنا قاطعة كيسين من بتوع التلاجة العاديين جدًا، دول أنا هاشكِّل بيهم ما بين الرّاق والرّاق كده. هاورّيكم دلوقتي هاعمل إيه. بدأت كده كوّرت، طلعوا عندي حوالي 8 برجرات، من 7 ل8. أنتِ ممكن يطلعوا معاكِ أكتر لو أنتِ عايزة تصغّريها، هتطلع معاكِ أكتر. بدأت كده هاشكِّل بقى العجين بتاع اللحمة معاكم، طالعين كده 7 معايا. أنتِ لو عايزة تزوّديهم هيطلعوا معاكِ 8. بدأت كده بالكيس، حطيته عليها كده ودهنة إيدي زيت وبابطّطها، واطلّعها من الجهة التانية بالكيس برضه، وابدأ احطها في طبق فويل. لو أنا عايزة إن أنا مفرّزة في التلاجة، بابدأ كده أحط عليها ورقة زبدة. الورق اللي هو الزبدة ده مقطّعاه مربعات صغيّرة على قد البرجراية الواحدة، بالمقص طبعًا عادي، باقطّعه عادي جدًا. وابدأ كده بالكيس أقلبه على الورقة، وابدأ أرصه في الإيه، في الطبق الفِل بتاعي. أدي كده شكِّلت كلّه بنفس الشكل. عايزة تعملي بقى مثلًا كمية كبيرة وتعينيه في أطباق في الفريزر، هتعملي لكل طبق مثلًا 6 أو 8 أو كده، وتحطيهم فوق، بس ما بينهم كيس من اللي أنا عاملاه ده. بدأت كده بطّطه بالشكل دوّة، وأسويه من الجناب كده لحد ما يطلع معايا متساوي، عشان يبقى سمكه حلو. بدأت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. أطلع بالكيس كده بالراحة خالص، خالص، أسحب الكيس اللي فوق. أنا كده خلاص بطّطه سويته من الجناب جدًا. بدأت بقى أشيل الكيس وأحطه على ورقة من الورق اللي أنا مقطّعاه، بالشكل اللي أنتم شايفينه. لو هتحمّريه على طول خلاص ما فيش مشكلة، تشكّلي وتحمّري ما فيش إشكال. عايزة تعمليه وتفرّزيه ما فيش برضه مشكلة، هتعمليه وتحطيه في طبق فويل وتعينيه. بدأت كده خلاص، خلّصت كده لسه هاورّيكم واحدة كمان لو أنتم عايزين. هابدأ أشكِّل معاكم تاني، أورّيكم عملت إيه برضه، عشان اللي ما خدش باله. اللي يعجبه الفيديو يعمل لي comment كده ويقول لي إيه رأيه فيه، وأحسن الجاهز أحسن والّا اللي على إيدنا في البيت. حاجة نضيفة ضامناها ورخيصة ومش غالية. كيس أنتِ بتجيبيه غالي اللي هو المجمد ده وفيه مواد حافظة، على الأقل أنتِ بتعمليه في البيت ضامناه، واللحمة أنتِ ضامناها، ما فيهاش صويا، ما فيهاش إضافات. شايفين حبايبي بالشكل ده. بدأت شكِّلته، هابدأ أقلّبه على الورقة برضه. لو مش هاقول لِك بالورق برضه ممكن على الكيس عادي وتحطيه وتحمّريه. بدأت كده خلاص، خلّصت كده قرّبت أخلّص كميتي. بدأت برضه نفس الشيء. أنا حابة أورّيكم أنا عملته للآخر إزاي عشان تعرفوا. مش شرط يكون عندي اللي هي علبة التشكيل بتاعته، أنا باعملها. عايزة أعملها مثلًا وأخلّيها مخططة زي ما تكون معمولة في العلبة بتاعته، هاعملها كده بالسكينة بطريقة الإيه، الشرايح دي، اللي هي الخطوط اللي بتبقى في النُص في البرجراية دي. شايفين حبايبي شكلها؟ بدأت بُصّي السمك بتاعها ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة كده أحسن من الجاهزة، وأرخص كمان وموفّرة معانا جدًا. بدأت غرّزته كده بالسكينة بالشكل ده. عملت الخطوط اللي بتبقى في الإيه، المكنة. ما فيش حاجة نغلب فيها، إحنا أي حاجة من البيت هنعملها. أنا ده حاجة برضه إعادة تدوير في البيت، دي علبة شوكولاتة قديمة عندي، قطعت الوش بتاعها بالمقص وعملتها دايرة كده، قد كده. بعد ما خلّصت هابدأ بقى زيت سخن على النار، أبدأ أنزل بالبرجر بتاعي. ده أول برجراية أبدأ أشوفها الزيت إيه أخباره إيه.
ممكن مش هافكها بإيدي، أنزّلها في الزيت كده هتفُك على طول. الورقة دي ممكن أحطها في الزيت وأشيلها على طول أول ما ما البرجراية تنزل. بدأت كده حطيت بقية الكمية بتاعتي، حطيت 3 ب3. شايفين يا حبايبي شكله؟ هابدأ أحط الرابعة في مكان فاضي، بدأت نزلت بالرابعة فيه. شايفين حبايبي الشكل؟ حاجة كده ولا تقولي جاهز ولا برّه ولا صويا ولا أي حاجة. هنبدأ كده نقلبه على الوش التاني وهو بدأ ياخد لون، هابدأ أقلبه على الوش التاني. شايفين شكله؟ وهكذا خلصت الكمية بتاعتي وحمرت على نار هادية. لما بيبدأ ياخد لون بهدي النار شوية. أبدأ كده بقى، أنا معايا لو كايزر معايا ببدأ أعمل السندوتشات بتاعتي. شكل بكرمل البصلة بالشكل ده، ما بحطهاش نية، وأبدأ أكرملها على النار مكان البرجر اللي أنا حمرته. أنا بحط الزيت كتير، زيت بسيط جدا. أبدأ كده أطلع البصل اللي أنا هحطه في السندوتشات. طبعا دي كانت بصلة عندي اللي هي وسط، ما عنديش بصل كبير، عملتها عشان أشكل بيها.